يعني انت البنت اللي اذا شافوكي راح يفطروا؟ نعم. يعني انت البنت اللي بتفطري العالم؟ مين عم بيقول هيك؟ انا قلت هيك؟ انت عم تقولي ما بدي ورجيهم وجهي مشان ما يفطروا. لا مو قلت هيك، قلت انه امبارح ليلة القدر كانت. انا احتراما لرمضان واحتراما للعالم ما رح طلع حالي يا ابن الحلال. خلصت ليلة القدر. بعرف، مو امبارح كانت والحمد لله عملت واجبي طبعا. الحمد لله على كل حال. طبعا حياتيها؟ طبعا. طيب العالم شو بتعمل بليلة القدر؟ بتصلي 27 ركعة. لا أنا صليت 27 ركعة حسب القدرة. بتصلي 27 ركعة؟ نعم. شو كمان؟ ايه بس. وقرأت قرآن وجبت امبارح عداد وضلت استغفر ربي وكفر عن ذنوبي، بس كنت بدي مسبحة ألفية بس ما لقيت هون بدوتشلاند. شو جبتي؟ عداد. ايه مشان نكفر عن ذنوبي. قلت لك انه انا بدي مسبحة ألفية بس ما لقيت مسبحة ألفية. شو جبت عداد؟ ليش انت ما بتعرفي انه انت قد ما تكفري عن ذنوبك بطلعة وحدة لايف برجعوا كلهم؟ يعني شو اعمل حالي؟ ادفن حالي بالحياة محمود؟ شو اسوي حالي طيب؟ لك لا انا قصدي انه ما في داعي يعني تستغفري ربك. لا في داعي مبلع. انا على فكرة اقول لك شغلة. تفضلي. بتمنى اكون مجنونة. بتمنى يا ريتني مجنونة. لو اني مجنونة دغري فوت على الجنة، بس الله حطيني عقل. يعني اكيد في يوم حساب. يعني اكيد في يوم حساب الي يا استاذ. تعالي عني بخبطك خبطة على راسك بطايق مجنونة. شو بدك انت؟ خبطة واحدة بس وعلى الجنة دايرك ان شاء الله. لا ما بتسخى، ما رح تسخى فيني. ولا اذا بدك تصيري مجنونة ما تاكلي هم يعني. لا قلت لك لو الله خلقني مجنونة كنت دغري فوت على الجنة، بس المشكلة انه الله حط فيني عقل فاكيد إلي حسابنا عسير. عسير؟ هي بدك تشربي عسير كتير. على شفت شو مطلعين علي؟ على البار بالدلوعة والبوسة ممنوعة والكنزة مرفوعة والشحاطة مقطوعة. شو؟ سمعت؟ ولا عيد؟ ما في. عيدي. سعيد وعيد ما عاد عيد. مين ضال؟ باربي. نعم. شو مجهزتينا للعيد؟ بدي عم بعمل معمول ان شاء الله وبدي فور. بدي نوسع بالجاستات للعالم. نعم انا بعرف اعمل بيتي فور وكل شيء. كلش انا بتاع كلش. وشو محضرة للجمهور؟ حضرت للجمهور. لا مفاجأة سربرايز ما رح اقول. ما بقول. فيديو جديد؟ لا للعيد ما بعرف. ما متجرأ لسه نزل فيديوهات على اليوتيوب. لسه ما تجرأت. يعني ايه مع انه يعني اهلي يعني هذا بهارات عيد وصاير مع بكتر.
يا بنات لازم توقفوا معي لانه انا عم وقف معكم. هلا انا بدي اجي اوقف معكم، بدي اعمل حقوق مع المرأة ضد الرجل، المعنفين، النساء المعنفات من الرجال. شو اللي تعطينا؟ انا معنفة كتير. انت معنفة. اول شيء بنعمل لك دورة تهيئ مشان ترتاح نفسيتك. اول شيء بنحطك بمكان انا بكون ممرضتك يا حلوة. نعم. دورة شو؟ دورة انه تهيئ لهم انه نفسيتهم انه تقعدوا فترة عنا هون بمكان وترتاحوا بالطبيعة، انه ترتاح نفسيتها. انا بتكون معنفة من الرجل وضاربة وهاينة وداعس على مشاعرها. يا ويلي ما فيني اشوف هيك مناظر، انا بغرب بفكر عنها. واو شو كيوت انت. شو حابة تقولي لهم كمان للنساء المعنفات؟ بيطار لا تعمل هيك. ما عم اسمع منك انا. شو عم اسمع منك؟ مو بدك تعملي لهم دورة. شو هي الدورة؟ انت قلتي اول شيء بدك تنشهري، بعدين بدك تسوي حقوق للمرأة. يعني انا شفت ما عندك هدف. شو هدفك طيب؟ قلت لك هدفي هلا لا ما بضحك. انا قلت لك بدي انشعر، ومزبوط بدي انشعر وبدي اغني لانه انا صوتي حلو. ثانيا بدي اعمل حقوق للمرأة ان شاء الله باذن الله. واخرا باذن الله بس اعمل كل هالشغلات وامنت مستقبل وعملت اللي ببالي، شو رح اعمل؟ رح اروح على الحج واعمل حجة وعمرة. يما هيك كثير بابي والله العظيم هيك ختمتيها ختمة يعني صح. هلا قبل ما تروحي حج وقبل ما تروحي عمره الله يتقبل، يعني انت بدك تستخدمي حقوق المرأة لتنشهري، وبعد ما تنشهري لتغفري عن ذنوبك من بعد الله يسامحك. الله يسامحك. انا بدي استخدم حقوق المرأة لانشهر. بيقول لك انا رح اعملها بالسريه يا استاذ، رح اعملها بالسريه، ما رح حدا رح يعرف. يعني انا رح ساعد النساء بدون ما حدا يعرف. يعني انت اذا انشهرتي وبلشت الناس تنط عليك تقول لك انه انت ليش عم تسوي هيك او كذا وكذا كذا، فتقولي لهم انه انا مؤسسة حقوق المرأة مشان النساء يصفوا بجانبك، ماشي؟ وبعدين انت بتعرفي وقت الانشهار رح تاخذي سيئات كثير، فانت رح تلجأ الى الحج او للعمرة لحتى تغفري عن ذنوبك وتكفري عن ذنوبك. هي فانا عارفان لعبتك ومخططك الماسوني. الماسوني. انا تفكيري ماسوني يا استاذ. لا مو تفكيري ماسوني. يعني هاي الحقيقة. اولا انا مو لا يا ابن الحلال انت فوتتني بالحلم عن جد. جابر منور حبيبي. نورا انا بدي استخدم حقوق المرأة فوق ما بدي ساعد النساء. فوق ما عم وقف معهم. طيب حلو. انا رح اسالك النساء ما دام انت عم تقولي انا عم تقولي بدي حساعد النساء. هلا نورا انا قلت لك النساء المعنفات. لا تبلش كل وحده تقول لي نحن ما بدنا منيتك على حالك ومن الكلام. لا اسمعيني شوي. اسمعي انتوا يا نساء ويا البنات اللي هون، اذا بدكم باربي تساوي هالقصه اكتبوا نعم، اذا انتوا شايفينها شغله غلط اكتبوا لا، ورح نشوف النسبه الاكبر. انا بقول انه مو غلط لانه هذا الشيء منيح. انا عم بعمل شيء خير يعني يا استاذ، خير عم ساعد. انا عم بعمل مساعدات ما عم باذي العالم. شوفي لي نسبة اللا ونسبة النعم قديش. نعم الشباب لا اكيد. الشباب لا. البنات اكيد لا. ايه بنات هدول علقوا على فكرة. نادين وسعاد هدول كلهم بنات. كلهم شو عم يقولوا لا. هدول بيكونوا مو معنفات. هدول بكل وحدة مرتبطة مع زوجها ومرتاحة معه. في بنات معنفين يمكن مو موجودين هون على البرنامج هاد. وين بكون؟ أنا كتير صادفت والله. إيه عم بيتعنفوا من الرجال ومن كتير كمان عم يندعس على مشاعرهم. أصلاً عم ينحكى عليهم. عم ياخذ في كتير رجال عم ياخذوا من النسوان كل شيء وعم بيزتوهم. عم يقولوا نحن هلا بلشت حياتنا. اسمعي انت مو بهالطريقه. انت بتساوي مشكله اكثر ما بتساوي هالمشاكل الحلول يعني. لا يا استاذ. لا محمود. طيب حلو. اسمعيني كلمتين. حسبي اجت لعندك امراه وقالت لك انا معنفه، شو خرجت سعديه انت؟ سعادة بريح لها نفسيتها. شلون؟ بقعدها بمكان طبيعة، ببعدها عن الأصوات، بقفل لها موبايلها أو بكسره. خليها تقعد بالطبيعة بس تنبس هيك. بس اطلع
لك اسمعي هذيك اللي بياخذون على الطبيعة الناس يلي معهم انخصام شخصية، يلي معهم أمراض نفسية بقعدوهم بهالأماكن هي. بس النساء المعنفات ما هن ما مريضين نفسيا. ماشي، في فرق بين لا هلا كل واحد قعد على لا كل واحد قعد لك على الطبيعة صار مريض نفسي. شو مشانك انت ما فرجت اسنانك؟ شو عم اقول لك بنت مثلا كانت متجوزة مثلا عم تنضرب كل يوم قدام اولادها مثلا وهيك، اخر شي جوزها طلقها وزتها، بعد شو بعد مثلا كسر لها ايدها كسر لها رجلها، فشو بدها بدها مكان انه خالي من العالم، انه جلسة صحية تعتبر، انه ترتاح بمكان هادي، صوت عصافير، صوت مي مثلا، صوت اشجار. نعم راحة بس راحة يا استاذ. ايه شو كمان؟ شو كمان؟ بس هيك. ونحن نحن ايه عم اقول لك اكيد يعني في اكيد في رجال منيحة وفي رجال سيئة يا استاذ. انت بتعرف قصة الزلمة اللي بالدنمارك يلي قتل مرته وبناته وحطهم بالثلاجة وهرب؟ باربي الهدوء، باربي العصافير، باربي الستاتي. زقزقة زقزقة عصفورة. أنا تفاحة في مرتاحة بكير. انت حط انا حجرها شو بسمع، حط هاي نغمة النمرة الوردي، يا الله شو حلوة. تاتا 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 تاتا. عصفور الكناني. مين قال أويانا باربي؟ ارتحتي؟ ايه نفسيا لما سمعتي صوت العصفور شو حسيتي عن جد؟ حسيت حالي قاعدة هيك بمكان فيه شلالات وجزيرة فيها شجر وصوت عصافير وسمك وهيك طبيعة. شو كمان؟ بختنق إذا ما شفت الطبيعة. أنا إذا فوتت سجن بختنق. بحب الحرية، بحب أتنفس، بحب الأكسجين أنا. طيب قربي شوية على الكاميرا، قربي. ثواني. لا حول الله يا رب. قربتي؟ لا لسه ما قربت. يلا راح أقرب خطوة. يلا ورجي قربي، وقف الكاميرا، قربي. هاي ما قلبي أنا بس قربي شوي. أعطيتك أكسجين. أهم شيء الأكسجين. وصلك النفس؟ نعم. باربي شو الدفع حق المرأة؟ نعم
شو؟ انت خرج. والله ما اعرف شو بدي اقول لك يا باربي، والله ما اعرف. شو بدك تقلي يعني؟ انت شو عم تحكي؟ وضح كلامك، لا انت تكون اللي كلامك بالالغاز. يا استاذ انا ما بحب الرمادي، بحب يا الابيض يا الاسود. الشي الواضح. الاحمر ما بتحبيه؟ لا. اخضر؟ نعم. فوسفوري؟ شكله موزي. خجلتي؟ انا ما بخجل. ما بتخجلي؟ كنت بخجل اول ما نزلت اليونو ايه، بس بعد هلا لا قويت، يعني صرت كتير قوية. يعني هلا بتخجلي ولا لا؟ هلا لا. ليش نخجل؟ كاميرتك واقفة شغلية. اشتغلت هي. ايه اشتغلت. اشتغلت ولا لا؟ يعني اذا واحد قال لك تسلم لي هالعيون الحلوة، تسلم لي هالضحك هذا، ولي على هالابتسامة، بخجل انا. ولي شو هالربطة حاطيها؟ ايه هذا الكلام ايه بخجل. شو هالحلوة؟ هذا اسمه كلام الغزال. شو هذا حاطط ايداد وي الغمازات شو لا. يسلم لي لا مياو مياو. خجلتي؟ عساس ما بتخجلي؟ وكلام الغزل بخجل. يسلم لي الخجول انا. يعني انا اذا حكيت كلام غزل بتخجلي؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اذا سمعتي غزل مني دائما بتخجلي؟ نعم. انت ما بتغازلني اصلا. ما بتعرف تحكي شبك باربي. شو؟ ما بتعرفي تحكي ليش؟ شو شو ما بعرف احكي؟ شو؟ اسمعي شو بدي يصير لي يعني؟ دبرت يعني انا مثل؟ ما اغازل البنات. مين طلب ما منك أغازل. تغازلني بالاصل؟ اسكت هي. ما بسكت انا بدافع عن اسكت. نفسي. لا ما رح اسكت، بدي احكي. بدي وصل صوتي كمان. وصل صوتي. اهم شيء توصلي صوتك. نعم. شو بدك توصلي صوتك؟ شو بدك تقولي لنا؟ وصلي لنا صوتك يلا اشوف. بدي وصل صوتي، بدي اقول كلمة الحق. انا كلمة الحق بحياتها ما تخبت. هو اذا انت بدك تقولي كلمة الحق فنحن وصل صوتك الحمد لله، اكيد رح نسمع. هو انت اهم شيء تقولي كلمة الحق. انت بس قلتي كلمة الحق فاكيد رح نسمع. يمكن تسمعيني كلمتين. انت جانو، ليك جانو يكون احسن لك اسمعي. اذا بتضب التعليق تبعك. يا جماعة لا حدا يغلط لو سمحتوا. الجيست طالع معي. نحن عم نمزح على فكرة، يعني عم نعمل كوميديا يعني مو اكثر. لما حدا يغلط على الجيست كأنه غلط علي أنا، وأنتوا بتعرفوني منيح على كيف بحكي. هذا الشيء معروف اكيد. غلطت علينا نحن ما نغلط من بعد إذنكم. اسمعي باربي، تفضل. بدنا نرجعك على سوريا. ترجعوا ناس لماذا؟ في واحد عم يستناك هنيك. مين هو؟ ليش عم يستناني؟ ما جفيني؟ أعطيك أول حرف من اسمه. لا تعطيني، ما بدي اعرف. أعطيك أول حرف بس. اذا بده عروس بلاقي له شي وحده تناسبه. انا عايشه مع نفسي ومع نفسي رح اعيش. ما اشتغل عمل. اسمعي كلمتين عم بحكي معك، اسمعي كلمتين. هاي في واحد عم يستناك قال لك أول حرف من اسمه ولا لا؟ نعم ما فهمت عليك، ما سمعتك بالاصل. عم قال لك في واحد عم يستناكي، قال لك اول حرف من اسمه. ما في داعي اعرف. اول حرف من اسمه
عبد الله الحاج new collection Dio with Barbie and عبد الله الحاج. شو جاب عبد الله؟ شو جاب القرد والغزال؟ انتوا بتحسنوا تعملوا ديو كتير كبير سوا، بتفجروا دنيا. شو جاب عبد الله الحاج الحمار الغبي ما بدي احكي عليه لا باربي. لا تغلطي لو شو في فرق بيني وبينه؟ لا تغلطي لو لمين ما اغلط على عبد الله الحاج؟ عبد الله الحاج عم يغلط علينا وعليك يا استاذ. شلون ما اغلط عليه؟ السبع اللاجئين وما انت سبيته كمان. ما فيك تغلطي، ما فيك تغلطي. بلشوا ما فيك تغلطي. لا بدي اغلط. هذا واحد جمال، لو سمحتي لا تغلطي عليه. ملك جمال شو؟ ملك جمال سوريا، لا تغلطي عليه. ملك جمال سوريا هو. يس اوف كورس. وانت كثير حلوه، ف الله يعينه. تعملوا كل واحد على دينه الله يعينه. تعملوا ديو سوا بتكسروا الدنيا. I swear to God. إذا أنت إن شاء الله. ليش لا؟ تعمل معه ديوته، ليش لا؟ بتكون هيك بنعمل أنا وياه. وهذا شو طلبك؟ بدك هيك أنت؟ ماشي. جيبوا لي رقم لعبد الله الحاج بنعمل معه ديوته. أنت مو بدك شهرة؟ مو إنسان هو؟ مو هو إنسان؟ مو شهرة. يمكن مش شهرة. أنا بدي أغني. أنا مو هاي الشغلة بدي إياها تنزلوا لي أنتوا فيديوهات. الشهرة أنا بغني من حالي، بنزل أنا فيديوهات. أنا إلي قناة بنزل. مو حدا يشهرني. أنا ما طلعت معك لأن شهر أصلا. أنا طلعت معك لأني كنت وحدة من المعجبينات مو أكثر. إحنا عفوا الشاورما سوريا. شايفين قديش حلوة سوريا؟ كل الناس الحمد لله عم ياكلوا شاورما مبسوطين. أساسا نحن مثل السمك، ما فينا نعيش بدون سوريا. سوريا هي المي بالنسبة لنا. انتوا هيك الدنيا فكراتين، انتوا مثل كلب المي. تركوا سوريا وفيكم تعيشوا برا عشان تاكلوا خضار. اسمعي شو عم لك؟ مو عم يقول لي إلي، عم يقول إلكم كلياتكم يا لاجئين، مو إلي بس عم بيقول. يعني انت الألمانية ما تواخذناش. لا انا عم اقول لك إلي وإلكم كلياتنا سوا. كلياتنا سوا. بقول لكم الكون كمان نسيتي حالك قعدتي بألمانيا سنة صار لك وصرتي تقولي انتو. انا مو نسيت على حالي، انا قلت لك عم قلنا كلياتنا، هيك قلت ما تنسى الكلام. لا قلتي عم لكم انتو. ولا تطلع وما رح تقدر تطلعني غلطانة لأنه أنا مو غلطانة. ما رح تقدر. انت تعرف ما بدي احكي، خلينا معصب. لا تعال خليني اعصب يرحم جدتك. عملكن الكن. حسستيني انه انت الالمانيه. انا ما بشرفني اكون المانيه، انا عربيه ودمي عربي يا استاذ، وانتاج وطني، وهذا الشيء بكفيني. انتاج وطني هو ما خرب بيتنا غير الانتاج الوطني زاد. لماذا؟ روحوا لعند الانتاج الاوروبي. روحوا لعند الانتاج الاوروبي، مليان بالشوارع. مليان بالشوارع؟ نعم. لا ما بدي احكي المشكله، بدي اشتغل قصف. انا صار لي شي سنتين تارك المصلحه كلها، وصار لي سنتين ما بنزل ولا فيديو وتبت. يعني ما اخذ هلا ما بدي كل عم تابعوني بيعرفوا انا صار لي سنه ونص سنتين صافي ما عم احكي شيء. فما بدي ارجع للقصف. انا اذا رجعت للقصف راجمات تطلع راجب، مع انه بقلبي القصف، بس اخي ما عم بحاول اتوب. يعني كثير عم بقول عيب بس ما عم بحسن، والله ما عم بحسن، ما في شيء عم يتحرك جواتي. ابوي قال لي لك عيب لك ابني عيب، الساعة بهدل بهالعالم رايح جاي رايح جاي رايح جاي. عيب. قلنا له ماشي بس ما حسينا يعني خلص كبرنا والله راح اجيب خلص صرت شاب. فما بدي اقصف اخي. قصفني ابوي قصفه عن كل الفيديوهات. فهمتي كيف باربي؟ فانا يعني انا زلمه تبت لله عز وجل وخلص الحمد لله رب العالمين. يعني كنت اقصف قبل كثير بس والله صار لي شي فتره شي سنه ونص قاعد يعني. فالله يرضى عليكي انت شيلي فكره الشهره من راسك ودافعي عن حقوق المراه وخلاص. يعني عيشي حياتك طبيعيه. شو بدك بالعالم؟ خلاص ارتاحي. فهمت كيف؟ لا تقولي لي لا ولا وبدي ادافع بدي حريه وبدي اخذ حقوقي وهذا يستر عرضك. يعني منتفخ قلب. هو كلامك فيه وجهة نظر،
كلامك فيه وجهة نظر يا أستاذ محمود. فيه خيار وجزر. كملي. ايه بس شو؟ بس إنه بحب الشهرة أنا كثير يا بحبها. كابت الحلال انت ما عندك شيء تنشهري عليه. شو عندك شو بدك تنشهري؟ انت فاهميني انت. شوفي عندي كل شيء، أنا عندي كل شيء عندي إياه، كل شيء عندي الأكل. بعرف عندك كل شيء، وكل شيء نعمة من عند الله. بشهروك فورا، وجودك بس بشهرك عارفة. ولا انت لو بتطلع تقولي هاي بتجيبي 2000 لايك، بعرف هذا الشيء. بس يعني حرام انتوا عليكم عم تروحوا. لا مو مشان، اسمعيني مو مشان لا لايكات ولا شيء. يعني في عالم مش موهوبين ما بينشهروا، فانت ما عم تطلع بتنشهروا انتوا. يعني حرام، في عالم لازم تفيدوها بهالقصه. فهمتي كيف؟ فالله يوفق. إنه في عالم قصدك يعني إنه لازم تكون مشهورة يعني أكثر. ايه عندها مواهب. في شباب ايه في كثير. أنا ايه بعرف بس وما مش بتنشهر. مجتمعاتنا للاسف. بحب ورجيني لاورجيك يعني. بعرف الشيء. في كتير يعني مواهب يا حرام نايمينة يعني، وفي كتير شباب عند المواهب صوتهم حلو وكل شيء فيهم يعني بيعرفوا يعزفوا. كتير في مواهب بس هن ما عم يطلعوا، ما عم ينشهروا بالقصر. بالضبط. يعني انت اللي عم يكتب اسقاط الجيست طالع معي، انا بعمل له بغلط اسقاط لو سمحتوا. انت شو هو الشيء اللي عندك اللي راح تنشهري عليه؟ بدي مثل وبدي غني، بدي اعمل كل شيء بالحياة، لانه الحياة رح تنعاد مرة واحدة، ما رح تنعاد مرتين. تمثلي وتغني؟ نعم. سمعينا صوتك طيب، يمكن تكون صوته حلو. هلا ننزل انا وياك على اليوتيوب، نكون على لونا وننزل على اليوتيوب فرجونا الدنيا كل الدوار. نزلنا قبل ما تحكي عاد احكي غني. أول مرة تحبي يا قلبي. يا خرا شنو هذا؟ ما تسكتني رجاء، لأنه بحب بس أغني ما حدا يحكي ويقول لي اسكتي وهيك. لا ما راح سكتك. يلا اسمعوا يا جماعة، لا حدا يكتب شيء. اسمعوا. بطلت أغني. سكتت. ايه يلا. أول مرة ثواني. هو أنا بحب أكتر شي بسمع على عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ولشادية، ولكن بحب أسمع لقديم. أنا ما بحب الشغلات هذا، بحب الكلاسيكي. سمعينا قديم لشوف. أول مرة تحبي يا قلبي وأول يوم أتهنى، يا على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا انت حنعشق تاني. أول مرة ليه بيقولوا الحب سيء، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا انت حنعشق تاني. أول مرة صراحة حرام ما تنشهري انت على الصوت. يعني انت مظلوم بحقك. انت قديش صار لك عندك هاي الموهبة هيك مثلا تغني؟ بحب غني أنا وصغيرة. من ايمت انت صغيرة؟ لأنه الصوت اللي عندك، فما بعرف شلون ما اكتشفوا أهلك صوتك انشهرتي.
هن كانوا يقولوا لي لا تغني مشان انه ومشان ما اتطنبر ونق عليهم وصير بدي تصير مشهورة. كانوا يعني انه يبينوا لي انه انت صوتك ما حلو عادي. مين كان يقول لك صوتك ما حلو؟ امي وابي. مشان ما تصيري يعني مشهورة؟ مشان انه بيعرف اذا انا حطيت شي براسي بعمله لو على قطع راسي. كافو كافو كافو، انت اعمليه حبيبة قلبي، اعمليه. صوتك كتير حلو، صوتك حلو. تعرفي شو؟ كما شو شلحوا فتشوا ما لقوا شي معه بعدين زبطوه. مو انت شو، اعطينا دور تمثيلي، اعطينا دور حزن. دور يعني حزن؟ مصدومة من حبيبك. ايه سلام عليك. مصطوبة جدي ومش مقطع. طيب شبك مصدومة بجد ومش منطق ومش عارفة أرد. أعطينا دور حزن. خانك حبيبك وأنت شفتيه، فشو راح تكون ردة فعلك؟ مشهد تمثيلي. خاني حبيب وأنا شفته مع بنت. أو ماي جاد شو رح يصير؟ الله لا يستر، الله يستر قصدي. أعطينا مشهد تمثيلي يلا. أو ماي جاد ما بتوقع تصير معي هالشغلة. لك عبالك مشهد تمثيلي مو عن جد، مشهد عطاك المخرج، مشهد حبيبي خانك بالفيلم وانت تشوفيه قدامك وقال لك شو راح تكون ردة فعلك بالفيلم بالتمثيل بالمسلسل لما تشوفي حبيبك اللي خانك. يلا. رح أقول ولا مين هي اللي معك؟ هو رح يقول لي هي صديقتي، هي لأنه حبيبي رح يكون بخاف مني. هي صديقتي ما بعرف مين هي يا غبي، مين هي يا حيوان، وانتي يا غبية مين انتي اصلا؟ تعالوا لهون انتوا الاثنين. بجيبهم وبرتب شعراتهم والشاب بدعس عليه بجيبه هيك وبربطه بحط حبل برقبته لأنه ما عندي الخيانة. بجيب كندرتي بضلني اضرب فيه لحد ما اخذ حقي. انا ما بطلع خسرانة لا أمي. انت عم تشرحي لنا القصة، انا ما عم لك اعطيني المشهد التمثيلي اللي انت فيه. هي قلت لك هيك هعمل. اشرحي لنا يا المشهد. قلت لك هاي شرحت لك، شو بدك اكثر من هيك يعني؟ شو اعطيك السيناريو والحوار؟ باربي اعطيك القفلة من الاخير. ها يعني انت اذا حاولتي يعني هيك بس فتي بهالمجال او حبيت تصيري مشهورة على السوشيال ميديا، فراح يكون يعني في عندك نسبة 99.9 مسبات. فاذا بتتحملي هذا الشيء فوتي بهذا لا ما رح فوت، لا ما رح فوت بهذا المجال، لا ما بتحمل. ما بتحمل. انا عم قال لك شو رح يصير. السوشيال ميديا ما بعرف، خلص يمكن بكره يرأي، كل يوم برأي أنا. خلص ما عاد، يمكن بكره ما عاد يجي، خلص ما عاد بدي شهر وما عاد بدي شيء. شو بدك لك؟ ما بدي شيء، بدي سلامتك. طيب انا عم فكر تصور فلوجات بألمانيا وتصوري معي. قال عادي ما عندي مانع، إذا أنت كنت بألمانيا وحبيت تسوي بنشوفك ونصور عادي. مو على اساس كان ما بدك شبك فورا بغير مخك. مو بتغير مخي، عم اقول لك انه انا بحب اجرب كل شيء يا ابن الحلال. ليش ما عم تصدق؟ بحب اجرب كل شيء بالحياه، كل شيء بحب فوت فيه. بحب طير، بحب اجرب المغامرات، بحب كل شيء اعمله. ما بحب انه يبص له هلا حسب يعني شلون حسب المجال اللي رح تفوتي فيه انت. يعني اذا بدك تفوتي شيء فوتي انت، يعني حاولي شلون بدي اقول لك، يعني يكون الفوتة واثقة منها. فهمتي كيف؟ هيك أنا على طول واثقة أنا واثقة بخطوتي قبل ما أوثق بحالي. بالضبط. ايه واثق الخطوة يمشي ملكا يمشي. صح.
نعم. وانتي ملكة ما شاء الله مبين يعني. بس أنا برأيي إنه ديري بالك على حالك، ما تفوتي فوتات كتير. لا، لأنه تعرف الشيء اللي ما بعرف لا، الشيء اللي ما بعرفه ما فوته، الشيء اللي ما بعرفه وما جربته ما فوته أنا، يعني ما فوت غير على إجر واقفة. يعني ضروري تجربي كل شيء لتفوتي؟ مو جرب كل شيء، شغلات غريبة يعني، بحب الشيء المو مألوف أنا. يعني هون في أماكن بألمانيا، أي في هون أماكن بألمانيا ما حدا بيعرفها كتير، إنه مثل إنه كهوفة وهيك، وأنا بروح عليهم هون بألمانيا وما حدا بيجي عليهم، أنا بروح بصور هنيك وبعد هنيك. بسوريا عندنا اسمها خلتي. خلتي؟ كهوف يعني. بس مو كفوف يا أستاذ. كهوف. عندنا خلتي اسمها. فبس تروح على سوريا روحي زوريا كثير حلو. إن شاء الله إذا الله أراد إلي نصيب روح على سوريا بروح، إذا الله ما كتب لي الله أعلم. الله أعلم. الله يتقبل. الله يسمع مني ومنك ويسعد مرساكم جميعا. وبدك شي بيطار؟ ألو، شو صار؟ ألو، وين رحت؟ رحت على الكهف. طيب يلا، بدك شي بيطار؟ أنا رح أنزل. دي بقى حالك. الله يسلمك كلك صب. أنا على طول عم فكر، والحمد لله عقلي بيوزن بلد وبوزع على العالم يعني. بوزع. أنا ما قلت لك وزعي وزيني وشبك، أنا قلت لك فكري. ما قلت لك قديش الكيلو العائل عندك، وزعي لنا شوي. شبك فورا تفوتي على 1000 قصة. لا، مو على 1000 قصة، بس أنا هيك بحب أعطي كلمات دغري، يعني إنه بتحكي دغري، يعني إنه مشان العالم ما تفهمني غلط، لأنه كثير عم يجيني انتقادات يا ابن الحلال. لا، أكيد بدي دافع عن حالي، إجباري عني بدي أقوى، غصبا عني بدي أقوى، لازم أكون قوية. انت في عندك انرجي هيك، طاقة زايدة كتير، في عندك طاقة، يعني انت حلو تستغلي الطاقة هي بشغلة منيحة، يعني شغلة تستفيدي منها وتفيدي الناس منها، مو انه بس هيك حكي يكون العالم ما يستفيد منها. فاستغلي طاقاتك هي بشغلة يستفيدوا الناس منها. ماشي ان شاء الله. إذا الله يرعاك ان شاء الله. بارك الله يوفقك. والله نحن بنتمنى لك الخير يا بارك. انا بصراحه خلص ما راح احكي كثير، كان في كلمه بقلبي بس خلص ما بدي اقولها. تسلم. لا احكيها والله. لا، ما راح اقولها، خلص ما بدي اقول. احكي بقلب. لا شوفي، لا تخلي جوا شيء بقلبك، احكيها. ما خلص ما في شيء، بدي انزل. نحن اهلك باربي، نحن اهلك. ايه كثير. شو قصدك ايه كثير؟ لانه انا كل ما اطلع معك عم تستخف فيني، لعلمك يعني عم اعمل لك اياها بوشك. وديك ايه عم تستخف فيني كل مره، لكان الفيديو كل ما حدا تعرف انه اقسم بالله لا تحلف، اقسم بالله كل ما حدا يشوفني بيقول لي بيطار دعس عليك، وبيطار قال لك زباله، بيطار قال لك زباله. شو ليش؟ خلص اذا انت بتعرفي انه انا هيك عم اطلع مشان ساي معك هيك ماشي، عم استخف فيكي، ليه تطلعي معي؟ انا عمل لك هيك عم استخف، انا اغلطت شيء؟ لانه انت ما بتحبي حدا يصارحك، انت بتحبي يضحك بوجهك. انا مالي من هالاسلوب هذا. انت بتحبي حدا يضحك عليك، يقول لك انت حلوه ساوي. مين قال لك انه انا بدي حدا؟ ليش انا مين ليش مين قال لك انه انا بحب ينضحك علي؟ لا حدا يقول لي حلوه؟ لا مين قال لك؟ انت بتحبي تمسيح الجوخ، انت ما بتحبي حدا ينصحك.
ماشي. يا ما بدي نصايح يا ابن الحلال. انا وقت طلعت معك محمود، وقت طلعت معك كنت حابة اعمل مقلب، كنت حابة اعمل جو، مو اكتر يعني. بس بعرف، بس انا ما كان. بس اسمعي انا ما غلطت عليكي، لانه انا عم صارحك، عم اقول لك ديبك على حالك، وانت اكابر وانت كذا. انا عم لك ديبك على حالك، انا ما عم لك انت زباله وانت نشا وانت شيء. عم لك انت دلوعه، انت عندك طاقات زايده استغليها بشيء حلو. عامل لك هذا الشيء منيح، في عندك طاقه يعني طاقات زايده. لا بس انت مو بدك هيك. حدا يقول لك واو باربي انت كثير حلوه. لا 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 لا, لا مو قصدي هيك. خليني دافع عن نفسي. وقت قلت لك بدي اعمل حقوق للمرأة، هذا الشيء حلو مو بشع. انت صرت تقول لي هلا تعالي اسمعي شيء حلو هاد. نكون صريحين باربي، انت بدك تعملي حقوق للمرأة. طب انت حطيها بمخك، انت يعني انت بدك تعملي حقوق للمرأة. ليش لا؟ ما في شيء مستحيل يا ابن الحلال. ايه بس يعني انت بعيده عن هالقصه كثير، يعني فهمتي كيف؟ يعني شوفي الصراحه بدك، يعني انا رح احكيكي بكل صراحه. اللي بده يحكي عن حقوق للمراه او شيء بده يكون زلمه او امراه جاده بحياتها، تكون هيك مع الكل مشان يعرفوا انه هي فعلا عم تدافع عن قضيه. فانت لما تدافع عن قضيه لازم تكوني محترمه القضيه هي. فما يقولوا انه باربي عم تدافع عن قضيه حقوق المراه وفيديوهاتها بتطلع بتقول بدي اغني وهالقصص، صح ولا لا؟ اللي لي فانت بتطلعي بتغني وهذا، فانت ما تدافع. هلا ما حدا دخل بشخصيتي، لا انا عم بعمل حسن، انا بدي اعمل هالشغله هي، ما حدا له علاقه بشخصيتي او بحياتي الخاصه. لا. اغني ولا اطلع ارقص ما حدا له علاقه عندي يا استاذ. لا باربي المرأة أو البنت لما بدها تلحق حقوق المرأة وتتابعك إلك بدها يعرفوا مين هي باربي. اللي عم تدافع عن حقوق المرأة بده يشوفوا خلفيتك. فإذا أنت كانت خلفيتك مزح ونكت فهن رح يقولوا إنه أنا شلون رح تابع هيك شخصية ورح أتبعها ورح ضل معها. فقلت لك هالشخصيات أو هالمجال هاي لازم حد يكون جادي. شو النكات؟ يعني لازم تكوني جدية كثير، مو هيك تكوني. أنا بنت جدية يا ابن الحلال. أنا وقت لا انتوا اخذتوا فكرة سيئة عني، انه فكرتوني انه انا على طول عم بضحك وهيك. لا مو هيك، لا انا مو على طول عم بضحك. مين قالكم يعني؟ الله يعين العالم على حالها طبعا. انت شو شايفني؟ انت فكرني 24 ساعة عم بضحك مثلا؟ لك انا ما عم لك هيك يا بنت الحلال. اختي انت بدك حدا يجادلك، يعني انت بدك حدا يمسح لك جوخ. فهمت كيف؟ هيك بتحبي انت عمرك 20 سنه بتعملي حقوق مرأة. طب شو بتعرفي عن المرأة انت؟ طيب بعرف كل شيء عن المرأة، وبنت مع عمرها 20 سنة وعاملة كل شيء بحياتها ما ضل شيء ما عملته، شو طبيعي انه تعمل حقوق للمرأة. باربي هالشغلة اكبر من عمرك. انا شفت كثير، بس والله اكبر من عمرك. انا ما بحب امسح جوخ، انا بحب احكي. اذا درسناها اسمع، ايه اكبر كبير الموضوع. معك حق. انا ليش عم كذبك يا استاذ؟ عم اقول لك معك حق، قصة كبيرة، قضية بدرسها يا ابن الحلال وفوتها، ما في شيء مستحيل. انا ما بعرف. قولي لك ما على الرسول الا على عين. ايوه ما على عين خير على كل حال، عينه خير ان شاء الله. طب انا عم سبك شيء، عم انصح. انت فيك تنصحيني، انا ما عم اجبرك على شيء، عم انصحك بس. مين قال لك انه انت عم تسيبني؟ انا شو قلت شيء غلط؟ هلا منورة. لما انا اجبرك اقول لك لازم تعملي هيك، فانت حقك تقول لي لا ما بصير تقول لي هيك، لانه بصير شغله جبر. بس النصيحه فيك تتقبليه، فيك لا. فهمتي كيف؟ انت فيك تقولي لي محمود انا بدي انصحك، في عندك فيديو ما حبيته او فيديوهات ما حبيته، رح اتقبل النصيحه أنا. بس انت هلا منورة، بس انت ما فيك تجبريني، وانا ما فيني اجبرك على شيء. فكل اللي عم نحكيه نحن نصائح، فانت فيك تاخذيها، فيك لا. يعني الشغله مو جبر، هي القصه كلها. فانت ما بعرف ليش هيك ستريس ومعصبه وكذا والقصص. فهمت كيف؟ لا انا ماني معصبه، ما في شيء يعني عادي. لا بس انت ابالك ما في شيء بعصب، بالعكس انا كثير متفائله بالحياه، ما في شيء بزعجني عادي. انا ما اعرف. انت اذا بدك تعيش هيك حياه لازم تتقبل الكل، لازم تكوني يعني منفتحة للتقبل ولا انتقادات العالم. تسمعي حكي كثير ماشي. فنحن عم نحكي لمصلحتك بس، وانت حرة. نحن ما عم اجبرك على شيء. نحن عم نحكي معك بسعر اخت، ما عم نحكي معك بسعر بنت عادية او شيء.
يعني انت بتضلي من كل شيء، مش بعرف، فهمان عليك، فهمان عليك. فما في حدا ما عنده غيرة على اولاد بلده وهذا الشيء. فنحن عم نحكي يعني من طرف غيره بس. فهمتي كيف؟ هي قصة كلها. بس بالاخير انت حرة، انت شو ما بدك تعملي بتعملي. الله يسامحك. كل واحد فيه عقل وبيعرف يفكر فيه منيح. هذا بس ولا يهمك، نحن بنتمنى لك الخير والله. وانا بتمنى اكيد انا اكيد بتمنى لكل العالم الخير، والله بيعلم انا شو بعمل. انا مو لانه هيك، انا بفوت على العالم في كتير عالم بفوت عليها بدعمها بطلع. مو نيتي شيء، يعني شو بدك تكون نيتي؟ مثلا بفوت لعند هاي البنت او هاي البنت او هذا الشاب اول شو بتدعميهم؟ نو بطلع بفوت بدعمها بطلع. شو؟ بطلع بدعمها على البرنامج هذا على اليونان. شو بتدعمون على اليونان؟ شو دخل القصة هاي؟ عم اقول لك يعني انا عايشه بانسانيتي، يعني بعرف الحياه الصح، وانا اكثر شخص بحس حالي عايشه الحياه صح. ان شاء الله، ليش لا، الله يوفقك يا رب تعيشيها صح وتدعمي العالم كله. نحن نتمنى لك الخير يا باربي والله العظيم، ليش لا. ان شاء الله تنجحي وتصيري احسن منا واحسن. بالاخير انت راح ترفعي راسنا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا راسنا مرفوع بدون ما حدا يرفع. شو؟ نقول راسنا مرفوع بدون ما حدا يرفع من السوريين بسوريا. كفو يا باربي، كفو. فبتمنى لك الخير والتوفيق. شكرا، كلك ذوق. وكلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. ماشي. ويسعد مساكم، يسعد مساك محمود. شكرا كثير على النصائح. الله يسلمك والله يختار لك كمان. هلا بتروح باربي، بتجي بعد يومين بتقول انت حكوا عني انه انت عم تتمسخر علي. لا خلص، ما انا اسمع محمود، وانا حكيت معك بالموضوع خلص سكرت عليه. هلا ما عاد نفتح. انا بعرف حالي شو يعني، خلاص. وبعرف شو انت شو. يلا انا سكرت، يعني خلص سكرت على الموضوع، مو تناقشنا بالموضوع فخلص ما برجع بعيده. برافو يا باربي، كلك ذوق. يلا بتكون شيء؟ سحري ونامي. سلامتك ان شاء الله يا رب. يلا باي. تصبحون على خير. وانت بخيرين. باي. سلام الله.